السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو ان شاء الله اليوم غادي نديرو توضيحي نوضحوا للناس الموديلات ديال الماطلة، بان راه كاين واحد الاختلاف كيكون بين الماطلات وبين الماطلة واش اصلية ديال ايطاليا او لا، لان الان يعني كيكونوا ماطلات ماشي ديال ايطاليا وكيدعوا اللي كيبيعوا بان راه ديال ايطاليا، وبعض الاسرار اخرين اللي منهم مثلا التاريخ ديال الصنع ديال الماطلة كيلعب واحد الدور مهم حتى هو، يعني وقتاش تصنعات وشحال المده ديال الرولاج ديالها عاد كتفتح، يعني حتى هو كيلعب واحد الدور. وبالنسبه يعني غادي ننصح الناس في هذا الفيديو بواحد النصائح اللي زوينه ومفيده للناس اللي غادي يقتنيوا هذا النوع من الماطلات اللي دايرين طوندونس حاليا. يعني بصراحه زوينين عمليين، وكاع اللي خداهم كيشكرهم، بالخصوص اللي خدا الماطله يعني اصليه، و يعني ماشي الكوبي ديالها ولا مثلا الصنع ديال تركيا اللي كيكون فيهم واحد الرسوم. يعني هذيك فيها واحد المشكل، هو الشخص اللي حداك الا كان ناعس حداك كتبقى كيتحرك حتى هو، يعني كتبرز الطرف الاخر في النوم. هادوك جربناهم ما خدموش، ما بقيناش كندخلوهم. يعني دابا كندخلو السلعه الايطاليه الاوريجينال فقط هي اللي كندخلو، وهذا الشيء حتى هو كيلعب واحد الدور بالنسبه يعني الماطله. الناس اللي مثلا غادي ياخذوا اللي تقالين في الوزن، يعني عندهم ماطلات ديالهم خاصين يعني من نوع ديال الايطاليانيت، ولكن راه عندهم واحد النوع اللي كيسيبورتي على حساب الوزن الثقيل. مثلا بحال هاد كاربو مثلا، ولا بالي دورسال بيزا. هادوك مثلا كيسيبورتيو حتى 90 كيلو. دائما كندويو على الماطله ديال جوج البايص، يعني 90 فوا 180. يعني الشخص اللي ناعس في هاد الطرف كتسيبورتي 90 كيلو، والشخص اللي ناعس في هاد الطرف هذا كتسيبورتي 90 كيلو، يعني كحد الاقصى ديالها يعني 90 كيلو. بالنسبه للناس اللي ثقالين كيخصهم واحد الريفيرونس اخر اللي مثلا كيسيبورتي حتى 120 كيلو للشخص. يعني كيخصو باش تدوم معاه الماطله واحد الفتره طويله، كتصبر معاه وكتبقى المعايير ديال الجوده ديالها مزيانه، ما كتفقدش الجوده ديالها في وقت وجيز. مثلا بحال هذه استعملها مثلا واحد ثقيل فيه مثلا 120 110 100 والفوق، راه غادي تجي مزيانه في الاول، ولكن دغيا غادي تفقد المعايير ديال الجوده ديالها، ما غاديش تدوم معها فتره طويله، لان هاد الماطلات كيجيو بواحد الضمان ديال 10 سنوات. يعني خاصنا نعطيو للسيد ولا السيده الماطله اللي غادي تجي معاها وغادي تصبر معاه يعني ديك الفتره كامله، باش احنا ما نطيحوش في المشكل ديال الماطله لا راه خسرات لا راه دارت حفره. لا، هاد المسائل خاص تكون مفهومه. المهم بالنسبه للماطلات مثلا، راه هادي مثلا راه ماشي هي هادي. كاينه السلعه مثلا اللي كتكون ريسيكلابل، يعني كتكون معاد التدوير ديالها، وكاينه السلعه اللي ما كيكونش معاد التدوير ديالها. هذا يعني واحد الفرق بسيط. والفرق الثاني مثلا هاد الماطله مثلا هادي بحال هادي، شوفوا فيها غادي ندوروا هنايا نشوفوا في الصوره ديالها اللي هنا، بحال مثلا هكذا. هادي كتسمى هاد لاباز هادي لاموس بوليوريتان، وهاد الفوق هذا اللي بيض كتسمى لاموس ميموار. مثلا ماطله فيها 30 سنتيم في الارتفاع، 25 ديال بوليوريتان و5 سنتيم ديال لاموس ميموار، راه كتكون زايده في الثمن، لان هاد الماده ديال لاموس ميموار كتكون غاليه. وكاين عاوتاني اللي فيها غير البيكاج بلاموس ميموار، يعني كيختلف دائما، تزاد غير شويه لاموس ميموار راه كيتزاد الثمن. مثلا هذا شوفوا كيفاش يعني بحال الشكل ديال الماساج مقطع على حساب طريفات هكذا من هنا ومن هنا. هذه كتستعمل على جوج جوايه، يعني اللي بغى جهه رطبه هي هذه، بغى جهه قاصحه ماشي رطبه هذيك الرطبه اللي كتغرق فيها، لان هادو دائما ميديكال، فقط رطبه كتمشي لهم مع انحناءات الجسم. هاد الجهه هادي مثلا شي واحد اللي بغاها تكون واقفه شويه كيقلبها على هاد الجهه الاخرى. وهذه مثلا راه ماشي هي هذه، عاوتاني ماطله اورثوبيديك، يعني كيختلف في البيكاج، كيختلف في الكثافه، كيختلف لاموس ميموار، بزاف الحوايج كيختلفوا.
مثلا هاد الاكسترا ديالنا هادي خاصه بينا، راه جوده ممتازه حتى هي مثلا، وماشي ريسيكلابل يعني من المواد الاوليه الخام. هذه كتجي مثلا بلاموس بوليوريتان بليس لاموس ميموار بيكاج لاموس ميموار، يعني مزيانه، وكاع اللي داها كيشكرها مزيان، يعني عمليه 100%، وبثمن جد مناسب. يعني هذه كتبقى مثلا بواحد الثمن اللي زوين مقارنه مع الجوده ديالها، تستحق اكثر من هذاك الثمن. هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. يعني هاد المزايا درناهم مثلا، يعني هاد المعلومات عطيناهم للكليان بسيطه، باقي المعلومات اخرين كثار. هادو معلومات عطيناهم الناس اللي بغاو يتقداو، هادو هما المعلومات. يعني دائما يحرصوا على تكون ماد ان ايطالي بحال هكذا، يعني تكون سلعه ماد ان ايطالي هكذا، لان ممنوع تكون كوبي مثلا وتكون فيها ماد ان ايطالي. خاص تكون فيها، الا كانت فيها ماد ان ايطالي بحال هكذا مثلا الوساده ماد ان ايطالي، حتى الوساده راه فيها كلام اخر غادي ندويو عليه ان شاء الله، حتى هو حتى هي راه فيها اللي ماشي ديال ايطاليا. المهم السلعه الا كانت فيها ماد ان ايطالي راها مزيانه. وباقيين حوايج اخرين خاصنا نوضحهم للكليان ان شاء الله في الفيديو القادم ان شاء الله، باش ما نطولوش على الناس. باقيين معلومات جد مهمه اثناء الاقتناء ديال الماطله، باش ما تطيحوش في واحد الفخ اللي تندموا عليه. ومرحبا بكم دائما في اكسترا ماطله، كترحب بكم دائما، وساعتكم مبروكه.